الكل دلوقتي متابع قافلة الصمود اللي هي المفروض انها جاية تفك الحصار عن غزة. القافلة اللي هي المفروض انها جاية من تونس وفيها حوالي 1700 واحد، وهتفضل تلم الناس طول ما هي جاية في الطريق كده لحد ما يوصلوا حوالي 7000 شخص. الحقيقة ان احنا مش هنسأل اسئلة بديهية، مين اللي ممول القافلة دي، مين المسؤول عن القافلة دي، مين اللي منظم القافلة دي. مش هنسأل الاسئلة البديهية دي، في اسئلة تانية. القافلة دي اتكونت امتى؟ المفروض ان القافلة دي طلعت من تونس يوم الاثنين اللي فات. هي عشان تطلع من تونس يوم الاثنين اللي فات يبقى كان بيتم الاعداد ليها والتجهيز ليها قبلها بقد ايه مثلا. ونلاحظ الفتره اللي فاتت ان العالم كله كان مشغول. المسرحيه اللي كانت ما بين ايلون ماسك وترامب انتهت لسه، بس يا دوبك من يومين كده ايلون ماسك اعتذر لترامب. سبحان الله كده فجاه اعتذر له من لا شيء، وده برضه سبحان الله بالتزامن مع مسيره القافله دي وبداها في التحرك. تحس كده ان في حاجات بتحصل على السطح عشان تشغل الناس، عشان بقى كده نتفاجئ باللي بيحصل خلف الستار، واللي اكيد على راسها القافله اللي المفروض انها جايه دي. طيب القافله دي المفروض انها جايه علشان تفك الحصار عن غزه. هتفكه ازاي؟ ما نعرفش. هتكسر البوابات مثلا؟ ده كله بيحصل بالتزامن مع وجود ميليشيات موجوده هناك، قياده الكيان اللي هي بتاعت ياسر ابو شباب، ان الكيان هناك بيدعمها بالسلاح وبكل حاجه. وسبحان الله الميليشيا دي ظهرت كده من لا شيء بالتزامن تحت مع حدودنا الجنوبيه. الدعم السريع سيطر على منطقه حدوديه مهمه جدا ما بين مصر وليبيا والسودان، اللي هي منطقه جبل العوينات، بالتزامن مع ان خليفه حفتر نفسه سمح للقافله دي انها تعبر من غرب ليبيا لشرق ليبيا، بالتزامن مع ان ترامب نفسه امر البعثات الدبلوماسيه الامريكيه من مغادره دول الخليج، بالتزامن مع تهديدات ايران بضرب الكيان. سبحان الله تحس ان الموضوع كده كانه بيتولف مع بعض، وكل الامور متزامنه مع بعضها كأن في كماشه معينه. واحنا عارفين كويس جدا الغرض من ده ايه. الغرض لا هو فك الحصار عن غزه ولا الكلام ده خالص. الغرض هو مصر، واعتقد ان مصر والاداره المصريه واعيه كويس جدا للمخطط ده. بعد كل ده يتقال ان مصر هي اللي منعت كل المساعدات، وما يتمش لوم الكيان الخبيث هو اللي سبب معاناه الشعب هناك. اللي عايز يساعد غزه واللي عايز يفك الحصار عن غزه صحيح في مليون اسلوب تاني غير انهم يعملوا القافله المزعومه اللي عايزين يعملوها دي. لو حتى فيها ناس محترمين والناس فعلا نيتهم سليمه ونيتهم صافيه، فللاسف دول هيتم استغلالهم بدخول ناس تانيه نواياهم ابدا مش سليمه ونواياهم في منتهى الخبث، ليها اضرار للامن القومي المصري. انتم يا مصريين رافضين التهجير، طيب احنا بقى هنفك الحصار بطريقتنا. شفتوا اللعبه الخبيثه بتمشي ازاي؟ وللعلم ان الكيان نفسه اعلن ان هو مش هيسمح للقافله دي انها تعبر. طب انتوا جايين ليه؟ اول نتيجه مباشره لمجيء القافله دي ومحاوله فتح المعبر او كسر الحصار زي ما هم بيدعوا كده هو التهجير الشعب الفلسطيني لمصر. هل انتم كقافله انسانيه جايين وهدفكم ان انتم تخلوا الشعب الفلسطيني يهجر ويسيب ارضه وتسيبوا لهم هناك الكيان، تسيبوا لهم الارض والجمل بما حمل؟ هو ده هدفكم؟ ولا هدفكم ان انتم تشوفوا اسلوب تاني مناسب اكتر تساعدوا بيه اخواتكم الفلسطينيين، غير ان انتم تضروا بالامن القومي المصري او ان انتم تساعدوا في تهجير الفلسطينيين؟ انتم ممكن برضو تروحوا على فكره تفكوا الحصار عن لبنان او عن سوريا او عن اي دوله تانية فيها احتلال. اشمعنى دلوقتي بالذات وفي الوقت الحرج ده جايين تفكوا الحصار عن غزه؟ وخصوصا الوضع الملتهب في المنطقه، وخصوصا اصلا ان انتم معكوش موافقات ولا تصريح امنيه بدخول الدوله. هي مش وكاله من غير بوابه، مش ارض مفتوحه سداح مداح لاي حد. ارجو ان احنا نفكر بشيء من العقلانيه، وان الناس اللي شايفين ان القافله دي ليها جانب انساني، اكيد كلنا بندعي لاخواتنا الفلسطينيين وبندعي ان ربنا فعلا يفك كربهم وان احنا بنحاول نساعدهم بكل الطرق الممكنه، لكن في نفس الوقت يبقى عندنا شيء من العقلانيه، لان الكيان الزفر مناو عينه ان الفلسطينيين يسيبوا ارضهم. وانتوا كده باللي انتوا عايزين تعملوه ده انتوا كده بتقدموا لهم ده على طبق من ذهب.